اعترافات صادمة من الدكتور اللي كشف على عروسة المنوفية وهو أول من اكتشف وفاتها. قال إن هما ساوموه علشان ياخد فلوس ويسيبهم يخرجوا من البيت ويروحوا يودوها مستشفى، ومن هناك يقولوا إن الدكاترة اعتدوا عليها بالضرب وهم سبب وفاتها. كمان قال إن هو كذب عليهم وهو عندهم في البيت أثناء الكشف عليها عشان ينفد بحياته. تفاصيل جديدة هنشوفها مع بعض، بس في الأول صلى على النبي. أول ظهور للدكتور اللي كشف على عروسة المنوفية اللي بعد 4 شهور من جوازها جوزها فضل يضربها حتى الموت. ده مش بس كده، ده كان قاصد كمان يجهضها. اللي حصل إن أول ظهور للدكتور وأخيرا وافق إن هو يتكلم لما لقى إن المحامي بيعمل أقصى ما في وسعه عشان يطلع إن الزوج اللي ضرب عروسته يطلعه فاقد الأهلية، بمعنى إن هو يقولك كان شارب، كان متعاطي مخدرات، أو إن هو كان في غير وعيه وإن هو ما كانش طبيعي، ويطلعوا بالكشف على الطب النفسي، وبعديها من هناك يقولوا إن هو مجنون، ومن هناك يقدروا إن هو يخرجوه إن هو كان ما كانش على دراية كاملة باللي بيعمله. الدكتور خرج عن صمته وقرر إن هو يتكلم، واللي قاله أسوأ كلام ممكن نسمعه، ده بعد شهود الجيران لما قرروا إن هما يتكلموا هما كمان، وطلعوا هما كمان متهددين، ومن ضمنهم سلفتها، سلفة العروسة المنوفية اللي توفت، سلفة كريمة. طلعت هي كمان مضروبة علشان ما تتكلمش وما تعترفش بأي حاجة، تجيب حبل المشنقة لحماها ولحماتها. ولو جينا لكلمة الحق، فحماتها هي كمان تستاهل الإعدام مع ابنها، وده بسبب التفاصيل اللي اتكشفت جديدة خلال الساعات القليلة، وهي من تفاصيل الواقعة. طبعا احنا عرفنا ان العريس اخد اعدام، وان الحكم لسه ما اتنفذش، فالمحامي بيحاول يعمل اللي في وسعه عشان يطلعه منها. ده بالإضافة إن الدكتور لما جه يتكلم أو جه يعترف باللي حصل، قالك أنا كنت خايف منهم، وده بسبب نظرتهم وبسبب الحوارات الغريبة اللي كانت حماتها بتعملها. قاعدة تعمل شوشرة وبتصرخ وبتصوت كأنها متفاجئة باللي بيحصل، مع العلم إن هي كانت على دراية كاملة باللي بيحصل. ريهام ساعات سألته هي اللي كانت نايمة على السرير كانت لابسة هدومها ولا كان هدومها فيها دم؟ قالك هدومها كانت نظيفة، وإن هي كانت نايمة في سريرها لابسة هدومها كلها، ولكن حد متعدى عليها بالضرب. وقالك أنا أول ما شفتها، أول ما دخلت وشفتها، عرفت إن هي جثة هامدة، وعرفت إن هي ميتة بقالها فترة، مش بس أول ما جابوني. كمان قالك إن أنا خفت أقول لهم إن هي مضروبة، يعني وأنا بقول إن هي توفت انا ما طلعتش سماعه ولا طلعت اي حاجه كشفت عليها. انا اول ما بصيت لها عرفت ان هي ميته، ومن كتر الستات اللي حواليا، وانا راجل كنت تعبان وعندي جلطه في رجلي، خفت لا يعملوا معايا اي حاجه واي شوشره، فحاولت ان انا اعمل نفسي بكشف عليها، وقلت لهم بقاء لله العروسه توفت. فلقيت حماتها من اغرب الاسئله اللي سالتها لي، وقالت لي ايه سبب الوفاه. بيقول لك انا ما عرفتش ارد عليها من كميه التوتر اللي انا كنت فيه، وقلت لهم هبوط في الدورة الدموية، وإن هو تسبب في حالة وفاة مفاجئة، وإن أنا مرضتش أتكلم مع إن الحالة باين عليها آثار العنف وآثار الضرب، كان وشها أزرق وباين عليها الضرب ضرب عنيف. وقالت له ريهام سعيد إن الضرب ده كان حديث ولا كان ضرب قديم، عشان حماتها بتقول إن كان في إصابات قديمة في وشها. قال لها لأ، الضرب لسه حديث حالا، وكان أزرق وأخضر، ملامح وشها كله لونه اخضر وازرق، والضرب كان توقيتي اللي هو لسه مضروبه حالا، ما كانش فيها ولا اثر ضرب قديم. وقال ان هو كان بيعمل اللي في وسعه علشان يروح بيته ويخلع من الموضوع عشان ما يتدبس فيه او يحصل اي مشكله. وعلى طول اول ما روح ب10 دقايق بلغ الشرطه عن جريمه قتل، والشرطه اول ما خدت البلاغ قالت له مش هو ده الضابط اللي كان بيكلمه او الشخص اللي كان بيكلمه في التليفون. قال له الدكتور مش هو ده اللي جوزها قتلها. قال ساعتها انا معرفش مين اللي قتلها، بس انا قدامي جريمة قتل. مش بس كده، قال ان بيته قريب من بيت المجني عليها، لكن سبب تأخيره ان حماتها نزلت وراه على السلم ومرضتش تسيبه غير لما يكتب تقرير ان سبب حالة الوفاة ان هبوط في الدورة الدموية، عشان يدفنوها على طول قبل ما اهلها يجوا ويشوفوا الضرب اللي في وشها والكدمات، وكمان قبل ما ياخدوها ويعرضوها على الطب الشرعي ويشوفوا ايه سبب الوفاة. فكانت عايزة تاخد منه
اي تقرير طبي على اساس ان هم يلحقوا يدفنوها قبل ما اهلها ييجوا، لكنه رفض واتحجج بان هو ما معهوش اي ورق، وقال ان التقرير ده ما ينفعش يطلع مني انا، لازم يطلع من الطب الشرعي، يعني لازم تروح المستشفى وتتعرض هناك على طب شرعي. وكانت من هنا المفاجأة، والمفاجأة هنا علشان تقنعه بان هو يكتب تقرير طبي وان هو يتصرف ويشوف اي حد من المستشفى ان هو يبعت له ناس يكتبوا له التقرير الطبي هنا في البيت، وبدل ما يودوها المستشفى حاولوا ان هم يقنعوها ان هي اللي انتحرت، وطلبت حد من البيت اللي هي سلفتها ان هي تنول له شريط برشام خاص بالحمل، وقالت له ده هي حامل وما كانتش عايزه الجنين، وعشان كده اخدت شريط البرشام كله عشان تنتحر. وكمل كلامه وقال ان هو كان خايف منهم جدا ومن لمة الستات حواليها، وان هي قاعده تبص للناس عشان تحلق عليه وان هما ما يسيبوهوش يمشي. بيقولك انا كنت واقف وهي شاورت للستات وكلهم حوطوني وانا كنت خايف جدا، مع ان الاصابات اللي في وشها كانت باينه كانها لسه نازله من حلبة المعركه، كانها كانت في مصارعه ما بينها وما بين حد، ووشها اي حد يشوفه يعرف ان هي واكله علقه موت. فانا ما كنتش عارفه اقول لها الكلام ده، فانا حاولت اتحجج واقول لها خلي اي حد يجي معايا العياده وانا اكتب لك التقرير الطبي من هناك وكانكم جيتوا كشفتوا عليا. وهي ما صدقت حاجه زي دي وجرت على طول وركبت التوك توك جنبه، بس هو طلع انصح منها وزقها من التوك توك وخلى التوك توك يقول يا فكيك. واول ما روح بلغ وقال ان هو سبب كمان اللي يخليه يرفض يكتب تقرير طبي مش بس عشان الضرب، ده كمان عشان جسمها واحده حامل وكمان جسمها ما كملش 50 كيلو. وهنا يبقى دي تكذيب الست اللي قالت لك اصل كان بياكلها وبيجيب لها لحمه وبيجيب لها كفته وبيجيب لها اندومي. طلعت كمان كذابه في كل اللي قالته، والبنت طلعت جلد على العظم ما فيهاش حته لحمه واحده. كمان بالاضافه ان الدكتور ساعه ما راح قال لك انا بسالهم ميته بقالها قد ايه، قال لك بقالها 10 دقايق وهي على الوضع ده. بيقول لك حطيت ايدي على صدرها ولقيتها جسمها كله متيبس وساقع، معناها بالعربي ان هي ميته بقالها ساعتين 3 وان هي ميته بالزمان. ولما جيت اقول لهم البنت ميته من زمان قال لك يمكن تكون ميته من زمان واحنا افتكرناها نايمه. بعد ما كلم الشرطه ب10 دقايق لقى البلد كلها اتلمت. من الاتجاه التاني بقى ان الجيران بداوا يعترفوا ويقولوا ان هي اصلا كانت عايزه تدفنها قبل ما اهلها يوصلوا، وان هم قعدوا يعملوا المستحيل عشان يجيبوا رقم اهلها ويقولوا لهم تعالوا استلموا بنتكم اتوفت من الضرب، ماتت من كميه الضرب، الا ان حماتها رفضت حاجه زي دي. والاصعب من كده بكتير ان حماتها كانت موجوده في البيت تحت وسمع البنت من بقالها 4 ساعات بتتضرب، 4 ساعات بتتضرب منهم ساعتين كانت بتتضرب وهي ميته، ومرضتش تطلع تسلك البت من ايد جوزها على اساس ان جوزها بيربيها. قال يعني الواد متربي قوي. انا من وجهه نظري ان الست دي لازم 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 ولا بد ولا حتما ان هي تاخد اعدام زيها زي ابنها. اولا ان هي سبب المشاكل، ودي مش كلامي، ده كلام الجيران وكلام اهلها وكلام كل الناس اللي كانت شاهده على الواقعه اللي حصلت، وان هي اللي كانت دايما بتساعد ابنها في الجرائم اللي بيعملها. بمعنى اصح ان من يوم ما اتجوزها وهو نازل ضرب فيها وهي كانت بتساعده في حاجه زي دي. وقالت ايه يعني لما الراجل يضرب مراته ده بيربيها او ما بينهم مشاكل عاديه، فمش مهم يعني ان اي راجل يضرب مراته ان هي تموت في ايده، ده عادي يعني حصلت منه خبطه جت عنيفه. وده اللي قالته في برامج لما استضافوها ان في خبطه جت منه عنيفه وماتت، يعني حاجه طبيعيه بتحصل ما بين الزوج والزوجه. وحته المبالاه اللي عندها دي المفروض تتحاسب عندها عليها علشان تكون عبره لاي واحده تكون عندها لا مبالاه لاي مصيبه ابنها بيعملها. واحنا عارفين ان اي حما بتسمع الصريخ مرات ابنها بتطلع على طول تسلك الست من ايد جوزها او بتسلك مرات ابنها من ايد ابنها علشان الموضوع ما يتطورش ويحصل فيه اي مصيبه. الا دي فضلت قاعده بتاكل وبتروق بيتها وقاعده عادي جدا لا مبالاه في دماغها ان على اساس ابنها بيربي البنت. اهو ابنك خد اعدام وعقبال ما انت تحصليه. قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا شايفين ان الست دي هي كمان تستحق الاعدام ولا لا. وصلنا نهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله، مع السلامه.